إلى تونس، حيث أصيب أكثر من 250 شخصا بالأمس في اليوم الثاني على التوالي من مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين في مركز ولاية سليانة شمال غرب البلاد، حيث يطالب السكان بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والتنمية الاقتصادية والإفراج عن معتقلين. مسلسل الاضطرابات والاحتجاجات في تونس ما زالت فصوله مستمرة، فها هي ولاية سليانة تخرج عن صمتها لتعبر عن غضبها من شدة الفقر وعدم استفادتها من مشاريع التنمية التي وعدت بها الحكومة التونسية. الآلاف من شباب سليانة وبعرادة وبرويس نزلوا مجددا إلى الشوارع للمطالبة بالتنمية الاقتصادية وعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. قمنا باحتجاجات سلمية بنسبة 100%، تمت معالجتها بشكل أمني مكثف في إرادة واضحة لتركيعنا وخضوعنا وإرجاعنا إلى مربع الخنوع والخضوع. ونشبت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أصيب خلالها أكثر من 220 شخصا بالرصاص الانشطاري، ونقل الكثير منهم إلى مستشفى للعيون في العاصمة تونس بعد تعرضهم لإصابات بشظايا رصاصية تهدد بصرهم. كابتني بيقعد ضربني تو بالراس. ردود الفعل الرسمية اقتصرت في تصريح لرئيس الحكومة التونسية حمادي جبالي أدلى به للتلفزيون التونسي الرسمي رافضا عزل والي سليانة لأنه كما قال يقوم بواجباته على أحسن وجه. التكسير والتحطيم وإخراج الوالي وديجاج، فليكون في علم الجميع، ما عادش عندنا ديجاج. الوالي هذا مش باش يخرج، نخرج أنا قبله إن شاء الله. من جهتها حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات التونسية بأن الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين والمواطنين خارج نطاق القانون والمعالجة الأمنية المحض للاحتجاجات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والعنف. للوقوف عند أبرز التطورات على الأرض ينضم إلي مراسلنا من تونس عبد الرزاق تبيب. عبد الرزاق، يجري اليوم الإعداد تظاهرة جديدة وذلك لليوم الثالث على التوالي تلبية لنداء الاتحاد الجهوي للشغل في سليانة، وهو التابع للاتحاد العام التونسي للشغل. نعم، في الواقع حصل هذا التحرك والحراك الاجتماعي لليوم الثالث على التوالي، حيث تجمع قرابة 3000 شخص أمام مقر الاتحاد العام الجهوي للشغل بسليانة، وقاموا بمسيرة باتجاه مقر المحافظة، أين كانت يوجد قوات من الجيش تحيط هذه المقر في غياب لكل أجهزة الأمن التي كانت متواجدة منذ أكثر من 3 أيام بهذه الجهة، ورفعوا شعارات تطالب بضرورة أن يرحل هذا المحافظ وبضرورة أن تتحصل الجهة على نصيبها من التنمية والتشغيل، وكذلك ضرورة أن يتم الإفراج عن الموقوفين الذين تم إيقافهم بالسجون التونسية في أحداث شغب عرفتها المنطقة منذ أشهر. يعني هنالك تمسك من قبل أهالي منطقة سليانة بضرورة تنحي هذا الوالي. كان هناك معلومات أن هذا الوالي هو أحد أقرباء حمادي جبالي، هل هذه المعلومة دقيقة؟ من هذا، ولكن ما يراج وما يتم ترويجه أن المحافظ هو قريب بالفعل لحمادي جبالي وأحد أقربائه، يعني أنه ابن أخ حمادي الجبالي، ولم نستطع من التأكد من هذه المعلومة، ولكن هذه المعلومة تروج بقوة في داخل تونس في كامل أنحاء البلاد.